السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب حبايبي، طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هشرح ليكم الدرس الثالث من مفهوم التكيف والبقاء، وهنتكلم عن تكيف النباتات. فيلا بينا. طبعا يا طلابي احنا عارفين احنا بنتغذى ليه؟ بنتغذى علشان نكبر ونعيش، والحيوان كذلك بيتغذى علشان يكبر ويعيش. طيب ما فكرتش بقى ازاي النبات بيكبر ويعيش بالرغم من ان محدش بيغذيه؟ طب ازاي؟ النباتات بتعيش في المكان اللي بيصل اليه ضوء الشمس. طيب ايه علاقة بان النبات بيعيش بضوء الشمس؟ لان النبات بياخد ضوء الشمس وبيستخدمه في عملية البناء الضوئي، وعملية البناء الضوئي دي هتتعرف عليها بالتفصيل كده لما تكبر. فالنبات بياخد الضوء الشمس وبيستخدمه في عملية البناء الضوئي علشان يحصل على الغذاء. فعلشان كده ضوء الشمس ده مهم جدا جدا للنبات، علشان هو بياخده وبيصنع لنفسه غذاء. فالنباتات اللي مش بيصل إليها ضوء الشمس بتموت، لأنها مش هتعمل بناء ضوئي، وبالتالي مش هتحصل على غذاء، فبالتالي النبات هيموت. فكده ضوء الشمس ده مهم جدا جدا للنبات. يجي بقى سؤال ويقولك ضع علامة صح أو خطأ. تنمو النباتات في كل مكان يصل إليه ضوء الشمس؟ الإجابة صح، لأن النبات بيحتاج لضوء الشمس علشان يصنع لنفسه الغذاء، وبالتالي ينمو ويعيش. والنباتات موجودة في كل مكان يصل إليه ضوء الشمس، حتى في قاع الجليد البحري. حتى في قاع الجليد البحري. لما كنت بتشوف صور للجليد، هل كنت تعتقد إن في نباتات بتعيش تحت الجليد؟ أظن لأ، بس ممكن تلاقي نباتات، لأن أي مكان بيصل إليه ضوء الشمس لفترة حتى بيبقى عادي تلاقي فيه نباتات. يعني في الأماكن القطبية شديدة البرودة في قاع الجليد ممكن تلاقي نباتات، طالما بيصل إليها ضوء الشمس في فترة فعادي تلاقي نباتات. لأن زي ما الحيوانات والإنسان بيتكيف في الأماكن شديدة البرودة وشديدة الحرارة، برضو النبات بيقدر يتكيف مع البيئات المختلفة. لأن ربنا زي ما أنعم على الحيوان والإنسان إنه يقدر يتكيف مع الظروف المختلفة، ربنا أنعم على النبات إنه يقدر يتكيف، وربنا أنعم عليه بعدة تكيفات تركيبية وسلوكية علشان يقدر يعيش. لما يجي السؤال ويقولك ضع علامة صح أو خطأ، يمكن العثور على نباتات صغيرة تنمو في قاع الجليد البحري في المناطق القطبية؟ الإجابة صح، لأن النباتات زي الحيوانات لديها تكيفات تركيبية بتساعدها على البقاء والنمو في البيئات المختلفة. فيبقى كده ممكن تلاقي نباتات في أي مكان بيصل إليه ضوء الشمس، حتى لو في قاع الجليد البحري شديد البرودة، لأن ربنا أنعم على النباتات بعدة تكيفات للبقاء والنمو. وهنتكلم في الدرس ده عن شجرة الصمت وشجرة الكابوك، ومن خلال الشجرتين دول هنعرف إن النباتات بتمتلك تكيفات تركيبية في أجسامهم، وكمان تكيفات سلوكية هما بيعملوها. طب إزاي شجرة هتعمل تكيف سلوك؟ لأنها بتعمل حاجات علشان تحمي نفسها. تعال بقى نتعرف على التكيفات التركيبية والسلوكية اللي عند الشجرتين. وهنتكلم عن أول شجرة وهي شجرة الصمت. وشجرة الصمت لازم تتعرف على شكلها والبيئة اللي هي عايشة فيها والمشاكل اللي بتواجهها والتكيفات اللي عندها.
فتعالوا نعرف بيئتها. الشجرة دي موجودة فين؟ موجودة في مناطق السافانا في جنوب أفريقيا. في جنوب أفريقيا يعني الجو حر جدا جدا، وكمان بتعاني من جفاف، يعني المية بتكون قليلة جدا. ومناطق السافانا ديت بتبقى معروفة إنها سهول عشبية معتدلة الحرارة، يعني منطقة فيها أعشاب صغيرة، وفيها كمان بعض الأشجار الكبيرة اللي بتقدر تعيش في البيئة دي. الأعشاب اللي موجودة في كده شوية مية بتسقيها، أما بقى الأشجار الكبيرة فدي بتعوز مية كتير. طيب هي هتجيب المية دي منين؟ وهي إزاي بقى بتعيش؟ هي ربنا أنعم عليها بعدة تكيفات تركيبية وسلوكية بتساعدها على إنها تتكيف في الظروف دي. فتعالوا بقى نعرف إيه هي المشاكل اللي بتواجهها. المشاكل بقى اللي بتواجه الشجرة دي هي مشكلة الجفاف، حيث لا تسقط أمطار لفترة تصل إلى نصف عام، يعني 6 شهور مش بينزل فيها مطر. وكمان المنطقة جافة مفيهاش مية، فبالتالي في بعض النباتات بتموت لأنها مش هتقدر تتكيف مع البيئة الصعبة دي. أما بقى شجرة الصمت فهي ربنا أنعم عليها بعدة تكيفات تركيبية علشان تتغلب على مشكلة الجفاف وقلة نزول الأمطار، فهي عندها تكيفات بتساعدها على التغلب على المشاكل دي. وأول تكيف تركيبي عندها وهي الأوراق صغيرة. طيب ليه أوراقها صغيرة؟ لأن لما تكون الشجرة الورق بتاعها صغير ده بيقلل من فقد الماء في عملية النتح، فالأوراق الصغيرة بتساعدها على الاحتفاظ بالماء، لأن الأوراق الصغيرة بتقلل فقد الماء. وأي نبات عايش في بيئة جافة هتلاقي أوراقه صغيرة علشان يقدر يحافظ على الماء. تاني تكيف عند الشجرة وهي لديها جذر وتدي طويل بيمتد طوله إلى 35 متر تحت سطح الأرض. عارف يعني إيه؟ يعني زي كده أكن عمارة 12 دور تحت سطح الأرض، أنت متخيل؟ فهي بتمتلك جذر طويل علشان يدور على المية تحت سطح الأرض، لأن فوق سطح الأرض في جفاف ومفيش مية، فالشجرة بتلجأ إلى تحت سطح الأرض. وكمان جذور الشجرة ديت بتساعدها على إنها تثبت في الأرض، يعني بتثبت الشجرة في الأرض. فيبقى كده التكيفات التركيبية اللي عند الشجرة أوراق صغيرة للاحتفاظ بالماء، وجذر طويل طوله 35 متر تحت سطح الأرض للحصول على الماء. تالت بقى تكيف عند الشجرة وهي إنها بتمتلك جذع، والجذع ده هو الساق، والساق ده بيخزن الماء. زي كده لما انت بتروح المدرسة بتاخد مية في الإزازة بتاعتك، فانت كده خزنت مية علشان لما تعطش تقدر تشرب. فبرضو الأشجار عندها جذع علشان تخزن المية علشان لما تعطش تشرب. يبقى كده سريعا شجرة الصمت أين تعيش؟ بتعيش في مناطق السافانا في جنوب أفريقيا، ومناطق السافانا دي هي عبارة عن سهول عشبية معتدلة الحرارة. طيب بتواجه المشاكل ازاي او ايه المشاكل اللي بتواجهها؟ عندها مشكلة الجفاف وعدم سقوط الأمطار لفترة كبيرة بتصل إلى 6 شهور. طب ازاي هي بتواجه المشاكل دي بالرغم من ان في نباتات بتموت؟ ربنا أنعم عليها بعدة تكيفات تركيبية، وأول تكيف تركيبي وهو إن أوراقها صغيرة،
وأي شجرة بتمتلك أوراق صغيرة اعرف إنها بتحافظ على المية، علشان هي عايشة في جفاف، فهي أوراقها صغيرة لتقليل فقد الماء، وأوراقها بيبقى حواليها أشواك حادة علشان تمنع الحيوانات من إنها تاكل أوراقها، لأن الحيوان لو قرب منها هيخاف ويبعد. وتالت حاجة بتنمو على قمة الشجرة، أوراقها بتنمو على قمة الشجرة. ليه؟ علشان تمتص ضوء الشمس، وبالتالي تعمل عملية بناء ضوئي، وبالتالي تكون غذاء، ودي تكيفات أوراقها. تاني حاجة جذرها وتدي، بيمتد طوله إلى 35 متر تحت سطح الأرض. طيب ليه؟ علشان يبحث على المية تحت سطح الأرض، لأن فوق سطح الأرض المنطقة بتعاني من جفاف شديد، مفيش مية. تالت حاجة الجذع، والجذع ده هو الساق، وهو بيبقى طويل علشان يخلي الأوراق تتجمع في قمة الشجرة. والجذع كمان بيخزن المية. ليه؟ علشان يتغلب على نقص الماء. ودي كده التكيفات التركيبية اللي عند شجرة الصمت. أوراقها صغيرة وجذرها بيمتد إلى 35 متر تحت سطح الأرض، وجذعها طويل وبيخزن فيه الماء. أما بقى التكيفات السلوكية اللي عند الشجرة، إن ربنا أعطى لشجرة الصمت وسيلة دفاع علشان تحمي نفسها، فأي كائن حي يقرب منها بتحس، لأنها كائن حي وبالتالي فهي بتحس. فالشجرة علشان تحمي نفسها بتفرز سم، وهو مش زي ما احنا عارفين السم بيموت، لأ، هو السم ده بيبقى عبارة عن سائل مذاقه سيء، بس هو بتبقى أول ما الكائن الحي يذوقه بالتالي هيحس بمذاق سيء، فبالتالي هيبعد عن الشجرة دي لأن بيبقى طعمها وحش جدا. فهي كده أفراد السم علشان تحمي نفسها، فده تكيف سلوكي، علشان هي لما حست إن في كائن حي جاي ياكلها قررت إنها تفرز سم، علشان كده سميناه تكيف سلوكي، قرار منها. وكمان بترسل رسائل تحذيرية، عبارة عن إيه؟ عبارة عن رائحة كريهة. الرائحة الكريهة دي بتحملها الرياح إلى الأشجار الصمت اللي حواليها، فبالتالي أشجار الصمت أول ما تشم الريحة دي تلقائي هتفرز سم علشان برضو تحمي نفسها. فالحيوان اللي كان على الشجرة دي عقبال ما يروح للشجرة اللي جنبيها تكون أفرزت السم، وده بسبب التحذير اللي جالها من الشجرة. فيجي بقى الحيوان يسيب الشجرة دي ويروح للي جنبيها، هيلاقيها برضو سيئة المذاق، فبالتالي هيسيبهم ويمشي. يبقى كده ايه التكيفات السلوكية اللي بتعملها الشجرة؟ لو حاول حيوان أكل شجرة الصمت بتعمل حاجتين: بتفرز مادة سامة سائلة سيئة المذاق، وكمان بترسل رسائل تحذيرية عبارة عن رائحة كريهة بتحملها الرياح إلى أشجار الصمت الأخرى. فالأشجار عندما يصل إليها الرائحة بتفرز مادة سامة أيضا. فيبقى كده لما يجي بقى سؤال ويقولك علل لماذا لا تستطيع الحيوانات أكل أوراق الصمت؟ لأن بتكون أوراقها عالية، كما أنها محمية بالأشواك، والأوراق العالية دي أي حيوان مش هيقدر يطولها إلا الزرافة، لأنها بتكون طويلة فهي بيها أشواك علشان تمنعها، وكمان بتبقى سيئة المذاق، فبالتالي أي حيوان هيبعد عنها خالص. ويبقى كده عرفنا التكيفات السلوكية والتركيبية اللي موجودة في شجرة الصمت. تعالوا بقى نتكلم عن شجرة الكابوك. شجرة الكابوك، وشجرة الكابوك لازم تعرف شكلها
البيئة اللي هي عايشة فيها والمشاكل اللي بتواجهها والتكيفات اللي عندها سواء بقى سلوكية أو تركيبية. وشجرة الكابوك بتعيش في غابات الأمازون المطيرة، ودي بتبقى موجودة في البرازيل. والغابة دي بتبقى مطيرة، المطر بينزل فيها باستمرار، عكس شجرة الصمت كان المطر بينزل كل فين وفين. وكمان هي بتنمو على شكل مظلة، ودي بقى ممكن يجي فيها سؤال أكمل، يجي يقولك تنمو شجرة الكابوك على شكل نقط مظلة، والشجرة دي بتكون كبيرة وانت قاعد تحتيها تحس ان فوقك مظلة. طيب ايه المشاكل اللي بتواجه الشجرة دي؟ الشجرة دي بتعاني من عدم وصول ضوء الشمس ليها. طيب ليه هي بتعاني؟ علشان هي عايشة في غابات الأمازون، والأشجار اللي في الغابة دي بتبقى كبيرة قوي، طولها بيصل إلى 70 متر، زي أكن كده في عمارة 23 دور، يعني بتبقى طويلة جدا. فبسبب طول الأشجار اللي موجودة في الغابة، الأشجار الصغيرة مش بيصل إليها ضوء الشمس، فشجرة الكابوك عندها مشكلة عدم وصول ضوء الشمس ليها. طيب ايه التكيف اللي عندها علشان تقدر تعيش؟ هي كمان طولها بيصل إلى 70 متر، فبالتالي بيصل إليها ضوء الشمس. وهي كمان بتمتلك تكيفات تركيبية. طب ايه بقى التكيفات اللي عندها؟ أول تكيف تركيبي وهو إن أوراقها ذات عروق شبكية. يعني ايه؟ يعني بتبقى الورقة مفصصة، كل ورقة بتبقى بعيدة عن التانية، لأن الهواء في غابة الأمازون بيبقى قوي جدا، فهي بتبقى مفصصة، كل ورقة بتبقى بعيدة عن التانية، فبيبقى في فراغ يقدر الهواء القوي ده يعدي منه. علشان لو كانت هي ملتصقة فالهواء ده هيقطع الورق، وبالتالي الورق هيقع. فعلشان كده الأوراق ذات عروق شبكية علشان يقدر يعدي من الفراغ اللي بين الورقتين. تاني بقى تكيف تركيبي، بذورها خفيفة. طب ده بيساعدها ازاي؟ الرياح لما بتقابل بذورها الخفيفة بتحملها إلى مكان بعيد. ليه؟ علشان تنشر بذورها، فده بيساعدها على انتشار هذا النوع من الأشجار في الغابة، فبكده تلاقي أشجار الكابوك منتشرة في الغابة. تالت تكيف وهو جذورها داعمة. يعني ايه؟ يعني جذورها بدل ما بتنمو تحت الأرض بتنمو فوق الأرض، والجذور بتلف حول الجذع، والجذع ده هو الساق. فبتعمل ايه في الشجرة؟ بتدعمها، بتخلي الشجرة واقفة وثابتة في الأرض، لأن زي ما احنا عارفين إن غابات الأمازون الرياح فيها بتبقى شديدة جدا، فعلشان كده لازم تكون حاجة داعمة بتثبت الشجرة دي كويس في التربة، فعلشان كده جذورها داعمة. يبقى كده سريعا ايه التكيفات التركيبية اللي في شجرة الكابوك؟ أول تكيف تركيبي وهو إن أوراقها ذات عروق شبكية، ودي بقى ممكن يجي فيها سؤال علل، ليه أوراقها ذات عروق شبكية؟ لتسمح بمرور الهواء دون أن تسقط. يبقى هي أوراقها ذات عروق شبكية علشان تسمح بمرور الهواء دون أن تسقط أوراقها. تاني تكيف وهو إن بذورها صفراء وخفيفة،
وصفراء علشان لو سألك على اللون. أما هي صفراء وخفيفة ليه؟ ودي برضو ممكن يجي فيها سؤال علل، ليه بذورها خفيفة؟ علشان تحملها الرياح بسهولة وتنشرها في الغابة، وبالتالي تنبت مثلها في كل مكان. فهي بذورها خفيفة علشان تقدر تحملها الرياح وتنشرها في الغابة. تالت تكيف وهو إن جذورها داعمة، جذورها بتنمو إلى أعلى، يعني بتنمو فوق سطح الأرض مش تحت سطح الأرض، وكمان بتتفرع جذورها على جوانب الشجرة وبتلتف حول جذعها علشان تدعمها واستقرارها في الأرض، علشان تبقى قوية وتقدر تثبتها في الأرض. لأن زي ما احنا عارفين إن غابة الأمازون الرياح بتبقى شديدة جدا، فلازم تكون في حاجة تثبتها في الأرض. في بقى ملحوظة مهمة، وهو إن الجذور الداعمة بتنمو أفقيا، يعني بتنمو فوق سطح الأرض مش تحت سطح الأرض، وكمان بتوصل للجذع وبتلتف حول الجذع، وبيبدأ طول بعضها من 5 متر فوق سطح الأرض، وفي كمان بيبقى أطول. فلازم تعرف إن الجذور الداعمة بتنمو أفقيا. وفي بقى سؤال علل، تظل شجرة الكابوك مستقيمة في التربة الطينية الرطبة في غابات الأمازون. إزاي هي بتظل مستقيمة برغم من إن غابة الأمازون بتبقى مطيرة والهواء بيبقى شديد؟ بتظل مستقيمة إزاي؟ بتظل مستقيمة لأن الجذور الداعمة بتصل للجذع وبتلتف حوله، فبتعمل تدعيم واستقرار في التربة. يبقى لما يجي سؤال ويقولك علل تظل شجرة الكابوك مستقيمة في التربة الطينية الرطبة في غابات الأمازون، ليه؟ لأن الجذور الداعمة بتصل للجذع وبتلتف حول الجذع، فبتعمل تدعيم واستقرار في التربة. فدي بقى كانت التكيفات التركيبية. أما بقى التكيفات السلوكية، هي مش بتفرز مادة سامة أو رائحة كريهة زي شجرة الصمت، لأن الشجرة أصلا طويلة جدا وممكن يصل طولها إلى 70 متر، وده بيخلي الحيوانات مش قادرة توصل ليها. طب هي بقى عندها تكيفات سلوكية ليه؟ هي عندها تكيفات سلوكية مش علشان تحمي نفسها، هي عندها تكيفات سلوكية علشان تساعدها على عملية التكاثر. والنبات زي الإنسان والحيوان بيتكاثر علشان النوع يفضل موجود ويزيد، فالنباتات برضو لازم تتكاثر علشان تفضل موجودة وتزيد. وشجرة الكابوك بتتكاثر عن طريق حبوب اللقاح. طب ازاي بتنقل حبوب اللقاح من شجرة لأخرى؟ اللي بينقل حبوب اللقاح هما الفراشات والطيور والخفافيش. ازاي؟ الشجرة بتجذبهم، الشجرة بتطلق رائحة جميلة من الأزهار. الفراشات والخفافيش والطيور لما يشموا الرائحة الحلوة دي بيروحوا ناحية الشجرة، فلما يجي يقفوا على الأزهار دي بتلتصق بهم حبوب اللقاح، وبعد كده هم بيروحوا لشجرة كابوك تانية، فبالتالي بينتقل معاهم حبوب اللقاح، وبكده الشجرة بتضمن حدوث عملية التكاثر وبتكون بذور جديدة، فالبذور تنمو وتصبح شجرة كابوك أخرى. يبقى كده التكيفات السلوكية اللي بتعملها شجرة الكابوك إنها بترسل رسائل عبر الرياح،
والرياح بتنقل حبوب اللقاح لمسافات بعيدة، وكمان بتنتج أزهارها روائح عطرية وجذابة. ليه؟ علشان تجذب الفراشات والطيور والخفافيش علشان تساعدها في عملية التكاثر. وبكده بنكون خلصنا الجزء الأول من الدرس الثالث، فما تنسوش تراجعوا على اللي فات كويس، وإن شاء الله هينزل ليكم الجزء الثاني في أقرب وقت. وإلى اللقاء في فيديو آخر.